جزائري. من الجزائر. شو اسمك كريم ان شاء الله؟ توفيق صدوقي. منين خويا توفيق؟ شوي دو بلاباس من العباس. الله يبارك من بالعباس. الله يبارك خويا. خويا توفيق شحال راك هنا في امريكا؟ شحال مده هنا؟ قريب 20 سنه. الله يبارك خويا توفيق. شفت الشاطره الفيلم اللي داروه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. واش رايك فيه كجزائري مقيم هنا بامريكا؟ النبي اسمى واعلى بان احنا باش ندافعوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام دافع عليه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. احنا الديوتي تاعنا، احنا الواجب تاعنا كمسلمين ان الاخلاق تاعنا هي اللي ترد عليهم. لازم تكون اخلاق حميده واخلاق والصفات اللي وصى عليها النبي عليه الصلاه والسلام حتى من الاعداء، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له الله عز وجل: وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذه حتى مع الكفار. صح. الكفار يوم ما ضربوا النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف، إن الله عز وجل بعث له الملكين الجبال، قال: لا مرني يا محمد لا أطبقن عليهم الأخشبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم ذرية تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأن هذونا الجهال ما يعرفوش قدر النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرفه احنا. ما هو العمل احنا اللي نقوم به؟ أن احنا نرد عليهم بالخلق الحميد وبالدعوة إلى الله عز وجل على الطريقة اللي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المعاملة الحسنة. لأن هذو الناس جهال في الدين، سموهم ignorant، واحد اللي يكون ما يفهمش قدر حاجة ما يستطيعش يعطيها القيمة تاعها. وإحنا كمسلمين نعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا فيه ناس أنهم ردوا على هذه الطريقة بطريقة بشعة، قتلوا الناس أبرياء. احنا ماناش هنا نخافوا منهم ولا احنا نخاف من الله عز وجل، ولكن لازم نعاملوا الناس، لأن السفراء أصلا في الإسلام لا يقتلون. صح. هذو الرفلي تاعهم هما كمسلمين اللي داروا على هذه الطريقة هي طريقة غير صحيحة. أنك واحد دار، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ولا تزر وازرة أخرى. واحد يدير ذنب وواحد آخر يخلص في بلاصته. صح. ما كايناش. كاينه أن حنايا لازم حنا نوريهم الصفة الحميدة تاعنا، وهي المعاملة الحسنة والدعوة إلى الله على الطريقة اللي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك خويا توفيق. آخر سؤال خويا توفيق، باعتبار معرفتك الجالية المسلمة والعربية هنا في أمريكا، نعم، هل شفتهم داروا يعني عمل مفيد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما رأيك في العمل اللي قاموا به؟ العمل المفيد هي الرد، هي الإنكار من القلب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 3 مراحل. أنك تنكر تؤمر بالمعروف وتنكره من قلبك ولا بيدك ولا بلسانك. باللسان هي ليس النصرة أنك تعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام والصفات الحميدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وباليد أنك تكتب، ولكن أضعف الإيمان أنك بقلبك تنكر هذا القول البشع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قريش قالوا فيه شاعر مجنون، وقالوا البحث الله عز وجل، قالوا فالله عز وجل قالوا قالوا الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة، إن الله غني ونحن إن الله فقير ونحن الأغنياء. ولكن هذه أمور سارية على المفعول. هذه من يوم خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله عليها. قاع الحاجة الصحيحة الناس ما يبغوهاش، والحاجة الغلطة الناس يتبعوها. أما الإنسان ربي سبحانه خلق هذه الدنيا ليميز الخبيث من الطيب، والرد على هذه الناس ترد عليهم ولا ما تردش عليهم. أن المسلمين أولا أنهم خصهم يصلحوا أنفسهم. أول حاجة المسلمين هم اللي لازم يقوموا بالعمل تاعهم. احنا بدينا نشوفوا في الناس راهم يقولوا علينا، لأن احنا ما عطيناش القيمة الصحيحة للإسلام. احنا كسفراء في بلدان الغرب ما مثلناش الإسلام أحسن تمثيل، لأن باش تقيم انت في دول الغرب وامريكا لازم يكون عندك الصفات الحميده. وانت مسلم يجي هنا يضل مجمع في القهوه والهضره والقير والقال. انت حنا كجزائريين هنايا لازم نعرفوا بالثقافه تاع بلادنا، نعرفوا حنا شكون الجزائريين. كاين ربما ناس ما يعرفوش الجزائر. انت مسلم ويخون نورمالمون لا، مسلم وكذاب ما كايناش، ما تجيش. الاسلام لازم عنده واحد الصفات، كاين واحد الاخلاق يتصل بها المسلم. خاطر هنا ثاني هذوك كامريكان تخدم عندهم من يشوفوك مسلم ومقيم على حدود الله وتتبع الاسلام تاعك يبغوك ويحترموك. بصح لا مسلم وعندك دوبل ايدونتيتي تا واحد ما يديها فيك. بارك الله فيك خويا توفيق، والله احسن اجابه لغايه الوقت. بارك الله فيك. كاين حاجه باينه، الانسان الدين تاعنا سبحانه ربي قال في القرآن هذه وخليها تسمع الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر ونحن لحافظون. ربي هو اللي يحفظ الدين ماشي حنايا. حنا لازم نخدموا باش ربي يرضى علينا. توفيق، آخر سؤال نسألك خويا، كمسلم هكا جزائري مقيم بأمريكا، كي يشوفوك الأمريكان ملتحي هكا وتقيم الدين بتاعك هكا، كاين بعض الناس يشوفوها بغرابة. يعني شوف يعني ما هي صعوبة أن تكون مسلم في بلاد أجنبي كما أمريكا؟ صعوبة هي أنك إنسان، أي صعوبة أنت تقد تردها سهلة بطريقة النظر. كما تشوف أنت للمشكلة لكانت كبيرة وتقد تصغرها في النظر تاعك،
ربي ييسر لك امرك ويخرجك منها بسهوله. ولا حاجه صغيره وانت تردها كبيره دير مشكله لروحك وديرونجي روحك غير في راسك. بارك الله فيك. شوف اي حاجه في الدنيا كيما انت تاخذها. صحيح. شوف الطريقه اللي تاخذ انت بها، الا كانت مشكله ايمونس حاجه كبيره وانت باغي تردها زعما حاجه صغيره، بينك وبين الله عز وجل وادعي ربك وخدم انت من قلبك باش تنصر هذا الدين، حتى ولو بكلمه طيبه. هذا الدين ربي سبحانه ما ينظرش الاعمال للصور، ينظر للقلوب والاعمال تاع البشر. صح. كيش البشر تضيف انسان تظن فيه انت الشر، هو انسان ان الله يعلم ما بين التقوى يعلمها ربي سبحانه ماشي الانسان. ولكن اونتر بارونتيز لازم كل مسلم يعرف باللي عنده مسؤوليه على العاتق تاعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه. كلمه واحده انت كي تصاحب قاوري ولا امريكاني ما تكذبش عليه وتقول به. كي تصاحبه عارفه باللي انت مسلم، مش يسموك محمد تسموك مايك. صح. ولا سموك داوود ولا سمني ديفيد باغي تهرب، من بعد هو كي يمرق بيك ويعرف باللي كذاب باغي يحتقرك. يحتقر حتى الدين تاعك. صح. بارك الله فيك. يعني هناك وكما نقولوا احنا اخر الكلام ختامه مسك، ان خليهم يقولوا ما قالوا في النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام اعلى واسمى درجه من ان يقولوا فيما قالوا. ربي سبحانه يوم القيامه يعلم لان قليل منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. بارك الله وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب. وربي ان شاء الله يصلح بلادنا الجزائر باش نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. امين يا رب. بارك الله الله يبارك فيك خويا. بارك الله فيك. ميرسي. هذه غادي نبدا بها ونكمل بها. بارك الله فيك.